عالسلامة ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم فرفوشة البسباس أو كسكسي البسباس، وإن شاء الله يعجبكم. نبدأ. خذيت 2 رباطي بسباس، نظفتهم غسلتهم مليح، قطعتهم. وبعد خذيت 400 جرام كسكسي قمح، حطوا شوية ملح، كان نصبوا شوية زيت زيتونة ونخلط ونحركوه مليح باش ما يتعجنش، ونخليوه على شيرة. كان نجيبوا الكسكس نحطوا فيه 3 فراقت باش ما يتعجنش البسباس. نصبوا البسباس من اللون من فوق الفراقت، وبعد نحطوا الكسكسي فوق الكسكسي، ونغطيه ونخليوه يفور على روحه. جبت ربطة بصل ربعي قطعناه جوين ونحطوه في الطنجرة باش نعملو الصلصة متاع الفرفوشة. نقليو البصل، نحطو 200 مليلتر زيت أو 100 مليلتر زيت ونحركو، يقعد شوية يتقلى. نحطو الطماطم، نحطو الفاحات، الثوم، الفلفل المرحي، الملح، تابل وكروية، الفاحات الكل نحطوه ونحركو. في الاخر نحطو الهريسة العربي ونحركو، نمرقو شوية ما نمرقوش برشا، نخليها تغلي في راحتها على نار هادية. نمرقو شوي ونغطيها. كي طابت الصلصة متاع الفرفوشة، نحطو الفرفوشة الكسكسي البسباس هذا، ونصبو الصلصة اللي عملناها ونخلطو مليح. كي حضرت الفرفوشة أو الكسكسي البسباس ما شاء الله يجي بنين برشا، يعمل 66 كيف. وصحة وبشفاء ليكم، وجربوا راهي بنينة برشا في الشتي هذايا، بنينة برشا وصحة وبشفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.